ثم قال رحمه الله: ثم كانت بعدها غزوة العشيرة. قال: ويقال بالسين المهملة العسيرة، وأيضا يقال لها العشيراء. وهي غزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة في أثناء جمادى الأولى، وبواط كانت قبلها في ربيع الآخر، أي أنها بعدها في الشهر الذي يلي مع غزوة بواط خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى العشيراء حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، فأقام هناك بقية الشهر، أي شهر جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، يعني لم يحصل في هذه الغزوة قتال. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. وجميع هذه الغزوات التي كانت بداية الأمر كلها مؤشرات لظهور هذه الدولة وبروز هذه القوة ووضوح هذا التمكن لأمة الإسلام التي بدأت تنطلق من هذا البلد، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد ابن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قال: 19 غزوة، أولها العسير أو العشير، يعني هي تنطق هذه المنطقة بالسين المهملة أو بالسين المعجمة، العسير أو العشير، وأيضا العشيراء قال لها العشيراء. والحافظ بن حجر رحمه الله أورد الحديث موضع من كتابه فتح الباري، وقال: لعل زيد بن أرقم لم يذكر ما قبلها وهي بواط والأبواء، وهما قبل العشيراء، لم يذكرها. قال: لعله يعني لصغر سنه لم يقف على هاتين الغزوتين، وهما غزوتان سابقتان لهذه الغزوة، غزوة العشيراء. نعم.